السلام عليكم متتبعي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ياك بخير ان شاء الله، يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم هذا الكيش السائل. كنحتاجو فيه بصله اللي قطعتها مربعات صغار وقليتها في الزيت تتحمرات. زدت عليها هنايا الفلافل عندي الخضراء والحمراء، وزدت عليها كذلك الجزر اللي حكيته بالحكاكه الغليظه وشحرت مزيان. الجزر تقريبا واحد 5 حتى 6 الخيزويات. صافي شويه الملحه وتطحوا مزيان طابو. زدت عليهم الزيتون مقطع الخضار، زدت عليهم هنا الحرور وزدت الثوم. غنخلط هذا الخليط مزيان حتى كيتشحر شويه وكنخليه جانبا. غادي نزيد دابا غادي ناخذ واحد البول وغادي نديرو فيه 3 ديال البيضات. كنزيد عليه واحد الكوب ديال الحليب كبير، شويه الملحه، شويه الابزار، نقربو مزيان. بعد ما طربنا مزيان كنزيدو شويه ديال الزعتر او الزعتره. درت انا الاوريغانو ديال البيتزا. هنايا زدت كذلك شويه الحرور، الا عندكم الاطفال نقصوا شويه. ودرت معلقه كبيره ديال الطحين. من بعد غادي نزيد واحد 2 قرون. هنايا زدت 2 كبار عامرين، وكتشوفوا لاباري عندكم باقه تقدروا تزيدوا شويه. انا صافي عقد زدت هنايا الجبن الحكوك موزاريلا. هنا عندي هذا المول اللي هو درته بالزبده وكبيت عليه الطحين شيتو به صافي. وكنخوي النص ديال هاد المقاطير وكنشد هذاك الخليط اللي خليته يبرد شويه ولو يكون سخون ماشي مشكل. صافي كنديرو على هذا الشكل. ومن بعد غادي نكب عليه الباقي ديال الخليط ديال البيض والفرماج والطحين. نحاولوا نغطيو الجوانب اللي بقات شويه باش يجينا مفرق. صراحه راه كيجي بنين، كيجي زعما رائع. صافي ندير هذا الخليط اللي بقى عندي. نزيدو عليه الفرماج من الفوق. الفران طبعا تيكون مسخن عندنا 180 درجه. صافي من بعد ما كندير الجبن كتزينوا بشويه ديال الزيتون، يعني نديروا شويه ديال الزيتون من الفوق يعني بعد الحبات. وكندخلوه الفران حتى كيطيب وكنجبدوه من التحت ومن الفوق حتى كيطيب عندنا ويتحمر وكنجبدوه. وبصحه والراحه ان شاء الله غادي يعجبكم. صافي هذا هو الكيش ديالنا من بعد ما جبدناه وقطعناه. صافي تيجي زوين تيجي بنين وقلبتو نيت بلا ما نعيق. المهم كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، والى اللقاء الى فيديو قادم.